في مملكة كاملة شغالة بنظام محكم أكتر من أي حكومة في العالم، وكل كائن فيها ليه وظيفة محددة. مفيش كسل، مفيش فوضى، وكلهم بيشتغلوا لسبب واحد بس، اللي هو خدمة الملكة. ملكة بس مش بالمعنى اللي احنا متعودين عليه. دي نحلة واحدة بس، لكنها بتتحكم في آلاف الكائنات. أي نعم، هي مش بتجمع عسل ولا بتطير بعيد ولا حتى بتحارب، بس هي السبب في وجود كل اللي حواليها. ملكة النحل مش كائن عادي، دي كائن بيعيش حياة فريدة ووراها أسرار وحقائق أغرب من الخيال. إزاي بتتحول لملكة، وليه بيخدموها، وليه عمرها أطول من أي نحلة تانية، وإيه اللي بيحصل لو الملكة ماتت أو حتى قررت تمشي. أهلا بيكو، ويلا بينا نتعرف على ملكة النحل. أول حاجة لازم نفهمها إن كلمة ملكة مش جاية من فراغ. ملكة النحل فعلا عايشة كأنها ملكة بمعنى الكلمة. عندها حاشية، خدم، حراس، ومحدش يقدر يقرب منها إلا لو هي من المختارين. هي الوحيدة في الخلية اللي عندها القدرة على التزاوج والتكاثر، يعني كل النحل اللي حواليها حرفيا من نسلها. وعلشان كده لما نقول ملكة احنا مش بنبالغ، لأن دورها محوري وأساسي. من غيرها الخلية بتنهار ومفيش جيل جديد بيطلع، وبتفقد الخلية توازنها بالكامل. الغريب بقى ان الملكة ما بتتولدش ملكة، هي كانت مجرد يرقة زي باقي اليرقات. بس اللي حصل هو ان في مجموعة من الشغالات قرروا يربوا يرقة معينة على الغذاء الملكي. ده نوع من الاكل بيتم افرازه من غدد في النحلات الشغالات، وبيكون غني جدا بالبروتينات والفيتامينات والمواد اللي بتخلي اليرقة تنمو بشكل مختلف خالص. اليرقة دي بتتغذى عليه لفترة اطول من باقي اليرقات، وساعتها بتبدأ تتحول، جسمها بيكبر، بتبقى اطول، واجهزتها التناسلية بتشتغل بشكل كامل، وده بيخليها جاهزة انها تبقى الملك. يعني الموضوع كله متعلق بالاكل اللي بيأثر على الجينات. تفتكر لو الاكل كان بيعمل كده في البشر، كان ممكن نختار الملوك بالاكل؟ في مملكة النحل الأعمار بتختلف خالص حسب الدور اللي بتقوم بيه كل نحلة. يعني عندك مثلا النحلات العاملات، هما اللي بيجمعوا الرحيق وبيدافعوا عن الخلية، وعمرهم ما بيعديش ال6 أسابيع. طيب ليه؟ لأنهم بيتعرضوا لمخاطر كتير زي الحر والبرد والمفترسات وإجهاد بدني مستمر. طب وبالنسبة للملكة، ممكن تعيش من 3 ل5 سنين، وأحيانا أكتر في ظروف معينة، علشان مش بتخرج ومفيش حاجة بتهددها، وبتاكل أحسن أكل، ومش بتشتغل بمجهود بدني. يعني عايشة حياة رفاهية كاملة، محمية جوه قلب الخلية، وكل النحل بيحرسها ويأكلها ويهتم بيها، لدرجة ان في شغالات وظيفتها الوحيدة انها تنظف الملكة بس. اكتر لحظة حاسمة في حياة الملكة هي رحلة التزاوج، وده بيحصل مرة واحدة بس في حياتها. بعد ما الملكة تخرج من بيتها بتبدأ تطير لمسافات بعيدة فوق الخلية، وبيكون حواليها عدد كبير من ذكور النحل اللي بنسميهم الذكور الطيارة، مش بتوع الدليفري. لا، الذكور دي بتتنافس في سباق سرعته رهيبة علشان يوصلوها ويتزاوجوا معاها في الجو. بس مش ده الغريب، الصدمة هنا ان كل ذكر بيتزاوج معاها بيموت بعد لحظات. وليه الأذى ده بقى؟ لأن العملية دي بتسبب تمزق في أجسادهم، وكأنهم بيدفعوا حياتهم تمن لاستمرار السلالة. الملكة بقى بتخزن الحيوانات المنوية بتاعة الذكور دي جوه جسمها في كيس مخصص، وبيفضل الكيس ده معاها لسنين، وبتستخدمه كل يوم علشان تخصب البيض اللي بتحطه. يعني من لحظة التزاوج هي خلاص مش محتاجة تقابل ذكر تاني لباقي حياتها. ملكة النحل لو كانت إنسانة كانت هتبقى أكتر أم في التاريخ. تخيل إن ملكة واحدة ممكن تحط من 1500 ل 2500 بيضة في اليوم الواحد. يعني شهريا ممكن تتعدى ال 70,000 بيضة، وسنويا نص مليون بيضة. بتحط البيض في خلايا شمعية بدقة خرافية، وتقدر تحدد إذا كانت البيضة دي هتطلع نحلة عاملة ولا ذكر، ولا حتى ملكة مستقبلية. ده غير إن طريقة وضع البيض منظمة جدا، والملكة بتلف الخلية كلها يوميا علشان تضمن ان مفيش خلايا فاضية، وكل حاجة تحت السيطرة. مفيش رحمة في مملكة النحل. بمجرد ما الملكة تبدأ تضعف أو تقل قدراتها على وضع البيض، الشغالات بتبدأ تحس بالتغيير. الفرمونات اللي كانت بتفرزها بتقل، وده مؤشر خطير جدا. ووقتها بيقرروا يربوا ملكة جديدة بنفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ولو الملكة القديمة حست بده، ساعات بتدخل في معركة شرسة مع الملكة الجديدة، واللي بيفوز فيها هو اللي بيكمل. ولو ماتت القديمة، خلاص كل النحل بيتحول فجأة لخدمة الملكة الجديدة، كأن مفيش حاجة حصلت. العاطفة هنا مش موجودة، كل حاجة ماشية بقوانين بيولوجية صارمة.
ملكة النحل مش بتزعق ولا بتطلع أوامر بالكلام، هي بتحكم من خلال الفيرمونات، وهي مواد كيميائية بتفرزها وبتنتشر في الخلية. الفيرمونات دي بتقول للنحل كل واحد يشوف شغله، مفيش حاجة تتعمل غلط، أنا لسه هنا شايفاك، مفيش داعي تجهزه لملكة تانية. وأول لما الفيرمونات تقل النحل بيبدأ يتوتر ويحس إن في حاجة غلط، وساعتها بيبدأ يتمرد ويتغير. يعني الملكة بتحكم بعطرها البيولوجي حرفيا. في بعض الأوقات الخلية بتربي أكتر من ملكة في نفس اللحظة، وده بيحصل غالبا لما النحل يحس إن الملكة القديمة قربت تموت، أو في حالات نادرة لما الخلية تبقى كبيرة جدا ومحتاجة تتقسم. بس السؤال هنا، هل بيعيشوا سوا في سلام؟ الإجابة لأ، مفيش ملكتين في خلية واحدة. أول ملكة بتفقس من بيتها، بتبدأ تدور على البيوت اللي لسه فيها ملكات ما خرجوش وتقتلهم وهم جوه. طيب ولو في أكتر من ملكة خرجوا في نفس الوقت، الموضوع بيتحول لحرب طاحنة بينهم لحد ما واحدة منهم بس اللي تفضل واقفة. النحل كله بيتفرج وما بيشاركش في الخناقة، بس أول لما واحدة تفوز بيبدأوا كلهم يخدموها وكأن مفيش حاجة حصلت. القانون هنا واضح، البقاء للأقوى، واللي تحكمنا لازم تكسب بنفسها. هل ممكن الملكة تسيب الخلية؟ وامتى بتحصل الهجرة؟ ممكن، بس مش لوحدها. ملكة النحل عمرها ما بتتحرك من غير جيشها. لما الخلية بتبقى زحمة جدا والنحل يحس ان المساحة مش كفاية بيقرروا يتقسموا. الملكة القديمة بتلم مجموعة كبيرة من الشغالات وبيسيبوا الخلية ويدوروا على مكان جديد يبنوا فيه خلية تانية، واللحظة دي اسمها التطريد او الهجرة، وغالبا بتحصل في بداية الربيع لما الزهور بتنتشر والجو بيبقى مناسب. وقبل ما يهاجروا النحل الكشاف بيبدأ يدور على مكان جديد، ولما يلاقوه بيرجعوا يقولوا للباقي برقصة خاصة. ايوه برقصة فعلا. وساعتها الملكة بتمشي والنحل وراها في موكب مهيب، وكأنهم بيبنوا مملكة من اول وجديد. حاجة كده كأنك بتشوف فيلم وثائقي طبيعي صعب تصدقه. لو الملكة ماتت فجأة ايه اللي بيحصل؟ لو ماتت فجأة سواء بسبب مرض او هجوم من حشرة او حتى خلال رحلة التزاوج، الخلية كلها بتدخل في حالة طوارئ. اول حاجة بيلاحظها النحل ان الفيرمونات اللي كانت بتفرزها الملكة اختفت، وساعتها بتبدأ الشغالات تدور بسرعة على اي بيضة او يرقة عمرها ما عداش ال3 ايام علشان يبدأوا يغذوها بالغذاء الملكي ويجهزوها تبقى الملكة الجديدة. بس لو ما كانش في بيض مناسب ساعتها الخلية بتكون في خطر كبير جدا. في الحالة دي ممكن بعض الشغالات تبدأ تضع بيض، بس المشكلة ان البيض ده مش مخصب وبيطلع كله ذكور، ودي اصلا كارثة لان الذكور مش بيشتغلوا ولا بيجمعوا عسل ولا بيربوا اجيال. يعني الخلية بتتحول بالتدريج لمكان فاضي بدون انتاج وبتنهار. علشان كده وجود الملكة مش رفاهية، دي مسألة حياة او موت بالنسبة للخلية كلها، وغيابها بيكشف قد ايه النحل بيعتمد عليها في كل تفصيلة من تفاصيل حياته. ملكة النحل مش بس رمز للنظام والدقة، ده كائن بيعيش حياة استثنائية وسط عالم صغير بس معقد جدا. كل خطوة في حياتها متخططة، من أول أكلها وهي يرقة لحد آخر بيضة بتحطها قبل ما تتنحى عن العرش. اللي بيحصل جوه خلية النحل هو معجزة هندسية وأخلاقية وطبيعية في نفس الوقت، وكل ده بفضل كائن واحد بس، ملكة النحل. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبه لك جديده ومذهله، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقه الجايه.